حبايبي باذن الله ان شاء الله هنبتدي النهارده اول حصه في الانتجريتد ساينس. طيب هو اول توبيك عندنا بيتكلم عن ايه؟ بيتكلم عن الووتر. عاملين يا جماعه؟ المفروض النهارده يعتبر الايم بتاعي او التارجت بتاعي اعرف الامبورتنس بتاعت الووتر وايه التشينجز بتاعت الووتر واتكلم عليها بالذات النهارده اغلبيتها في الجزء الجيولوجيكال اكتر منه شويه. هتكلم عن الجزء الجيولوجي بتاعها وجزء كيميكال شويه. جزء يا جماعه ايه؟ كيميكال. فاذا يعتبر موضوع النهارده كله عن الووتر. عاملين يا شباب؟ الووتر وجوده في الانفايرمنت حوالينا والكيميكال كومبوزيشن او الكومبوزيشنز عموما بتاعه الووتر. ده يعتبر التارجت بتاعي النهارده. اوكي؟ يلا بينا؟ يلا بينا. عندنا اول جمله هنشتغل عليها حبايبي هنا، وهبدا هشرح الدرس كله على اساس الايه؟ التو لاينز دول. حلو الكلام؟ مبدئيا احنا عارفين ان اهم حاجتين على الارض هنا هما الووتر والاكسجين، صح كده؟ اللي هو الاير. طبعا من غيرهم وي ويل داي، صح كده؟ فهو اختاروا السنه دي يتكلموا عن مين يا حبايبي؟ عن الووتر لاهميتها الكبيره جدا. اوكي؟ فمبدئيا الووتر دي اولا ده ترانسبيرنت ليكويد، وده الميديم اللي ممكن يحصل فيه كيميكال رياكشن مع الاوتر سبيس، وده هيأثر على الهيلث بتاعه الليفنجز. احنا النهارده يعتبر بنتكلم على الثري بوينتس دول. حلو الكلام يا جماعه؟ نبدا نشتغل بقى نفصص ويلا بينا اول بوينت. بص يا شباب، اولا ايه هي الجنرال بروبرتيز بتاعت الووتر؟ ايه هي مواصفات الميه؟ اول حاجه الميه بتاعتنا تعتبر ليكويد، يبقى ترانسبيرنت ليكويد. ترانسبيرنت ايه؟ ترانسبيرنت ليكويد. نمبر 1 essential for life. essential ايه؟ دي مهمه للحياه. essential for life can react. كان يا جماعه ايه؟ react with chemicals. كان react with ايه؟ فبالتالي الكيميكالز هتتفاعل معاها هتاثر في الكواليتي بتاعتها. عشان كده اقدر اقول ان هي ترانسبيرنت ليكويد. ترانسبيرنت ايه؟ ليكويد. essential for life. essential for ايه يا جماعه؟ for life. صعب الكلام ده؟ كمان ان الكواليتي بتاعتها affected by chemicals. خلي بالك انا عايزك تاخد بعض الكي ووردز اللي تبقى عارفها عشان تقدر تشتغل عليها في حل الاسئله. فاول بوينت عندنا ان هي ترانسبيرنت ليكويد، نوت كالرد. نوت ايه؟ كالرد. نمبر 2 essential for life. مهمه جدا للحياه. مهمه جدا لمين؟ حياه. وخلي بالك ان الكواليتي بتاعت الووتر affected by الكيميكالز، المواد الكيميائيه. يبقى affected by chemicals الكواليتي بتاعتها، وهي ترانسبيرنت ليكويد واسينشال فور لايف. اسينشال فور ايه؟ حلو الكلام؟ طيب عايزك يا مستر بقى دلوقتي دخلنا على بوينت جديده بقى اللي هي البروبرتيز بتاعتها من حيث الكيميكال بروبرتيز، الفيزيكال بروبرتيز، البيولوجيكال والانفيرمنتال. بالراحه كده، يعني ايه كلمه كيميكال بروبرتيز؟ انا بتكلم على اكسبريشنز عامه. كيميكال بروبرتيز يعني رياكت ولا لا؟ حلو الكلام؟ كلمة physical property معناها هي solid liquid gas، عندها high melting low melting، high boiling low boiling، ليها colors. دي اسمها الفيزيكال property، الحاجات الخارجية. اوكي؟ biological كلمة بايو جاية من كلمة living. كلمة يا جماعة ايه؟ living. يعني حضرتك في الليفنج دوت هيبقى الووتر علاقتها بايه؟ حلو الكلام؟ طيب نقول بسم الله كده. اول حاجه عندنا هنتكلم على الكيميكال بروبرتيز. في كيميكال بروبرتيز ان هي كان رياكت. كان يا جماعه ايه؟ يلا بسرعه كده. ان هي كان ايه؟ كان رياكت. كان يا شباب؟ كان رياكت. كان ايه؟ رياكت. يبقى اول حاجه في الكيميكال بروبرتيز ان هي تقدر رياكت. في الكيمستري عندنا يا شباب الووتر كان رياكت وذ ماني سبستانسز. صعب الكلام ده؟ طيب تعالى بقى في الفيزيكال بروبرتي. ايه الفيزيكال بروبرتي بقى؟ 4 ووردز. كم وورد؟ ها الفيزيكال بروبرتي الووتر سوليد ليكويد جاز وسولفنت. سوليد ليكويد جاز سولفنت. سوليد ليكويد جاز سولفنت. فالووتر عندها 3 ستيتس. عندها يا جماعه ايه؟ عندها كم ستيت؟ اللي هم سوليد الووتر عندها كم ستيت؟ ها سوليد ليكويد وسولفنت. يعني سولفنت بالعربي يعني كان ديزولف سبستانسز، اقدر ادوب فيها المواد. صعب الكلام ده؟ فاسالك الكيميكال بروبرتيز اللي هي كان رياكت. كان ايه؟ طب من حيث الفيزيكال بروبرتيز بتاعتها
ان هي عندها 3 ستيتس. كام ستيت؟ سوليد ليكويد جاز. سوليد ليكويد ايه؟ اللي هي فلوتر فيبر في الاخر. وسولفنت يا جماعه يعني كان ديزولف ميني سبستانسز، حتى بيسموها يونيفرسال سولفنت، بتدوب كميات مهوله من المواد. صعب الكلام ده؟ يبقى دي يا شباب اول بوينت قدرنا نمسكها في الفيزيكال. خش بقى على البيولوجيكال. بالنسبه للبيولوجيكال بروبرتيز هي طبعا مهمه جدا تو سستين اللايف، استمرار الحياه. استمرار يا جماعه احنا من غير ووتر ويل داي، صح كده؟ يبقى مهمه جدا تو سستين الحفاظ على الحياه. طيب كمان هي كجوه الليفنجز، انا جوايا بقى ليها شغل. قال لي طبعا ده الووتر جوايا بتساعدني في ريموف جيت ريد اوف ويستس، اتخلص من الويستس، وكمان هيلب ان برودكشن اوف انرجي، بتساعدني على انتاج الانرجي وريموفنج، اتخلص من الويستس. حلو الكلام؟ يبقى تعالوا بسرعه 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 كده. احنا عندنا دلوقتي في البيولوجيكال حبايبي في البيولوجيكال اند انفيرمنتال بروبرتيز. مبدئيا حبايبي زي ما احنا شايفين كده ان هي سستين يا شباب، سستين اللايف، بتحافظ على الحياه. تحافظ على مين يا جماعه؟ على الحياه. وركز معايا بقى، بتساعدني في الانرجي برودكشن، وكمان ريموفينج اوف ايه يا حبايبي؟ ريموفال اوف ويست. هتلاحظ ان عايزك تاخد كي ووردز. لا انتوا مين معهوش ملزمه؟ ما كله خلص؟ طيب انا عايزك كنت شغال معايا هتعلم على المين بوينتس انا محتاجها. اوكي؟ طيب بالراحه كده. اسمك ايه؟ جنى. صح كده يا جنى معايا؟ جنى. يبقى دلوقتي عندنا حبايبي من حيث البيولوجيكال بروبرتيز، اولا هي سستين اللايف، استمرار الحياه. كمان حاجتين مهمين جدا الوتر بتعملهم، بتساعد هيلب ان ريموفينج الويست وبرودكشن اوف انرجي. ريموفينج الويست برودكشن اوف انرجي. ريموفينج الويست وبرودكشن اوف ايه؟ معايا كده يا شباب كده؟ يبقى دلوقتي الوتر بتعمل ايه؟ حاجتين دلوقتي، ايه هما؟ ريموفينج اوف ويست وكمان برودكشن اوف انرجي. صعب الكلام ده؟ وسستين اللايف وباستمرار الحياه. استمرار يا جماعه. يبقى دلوقتي انا خدت دلوقتي الكيميكال بروبرتيز كان رياكت، كان ايه؟ الفيزيكال بروبرتيز سوليد ليكويد جاز وسولفنت، سوليد ليكويد جاز وسولفنت. صعب الكلام ده؟ في البيولوجيكال انفيرمنتال هي سستين اللايف، هيلب ان ريموفينج الويست وبرودكشن اوف انرجي. طب هي هتعمل الكلام ده ازاي جوه الليفنج؟ يعني بتساعد في انتاج الانرجي وريموفينج اوف ويست. قال لي يا مستر مش انت درست وانت صغير في الساينس حاجه اسمها البلانت سيل والانيمال سيل؟ كان عندهم حاجه اسمها حبايبي السيل ممبرين. سيل يا جماعه ايه؟ الممبرين دي كان الجارد بتاع السيل، صح كده؟ ده ادخل مين واخرج مين، ادخل مين وايه؟ فبالتالي حبايبي مفيش سيل على وجه الارض الا وعندها حبايبي سيل ممبرين. سين ايه؟ يبقى السيل ممبرين دي اللي هي بتعتبر كده اللي هو البارير، حاجز ما بين الاورجانيزم والانفايرمنت، صح كده يا جماعه؟ يعتبر اي حاجه عندنا لازم فيها ممبرين بتفصلنا على الانفايرمنت اللي احنا عايشين فيها. صعب الكلام ده؟ وقلنا الانفايرمنت ده الجارد بتاع السيل. فقول يا حبايبي الممبرين دي سيبريتس الاورجانيزمز فروم انفايرمنت، تفصل الاورجانيزم نفسه عن الانفايرمنت. صعب الكلام ده؟ طيب حبايبي وزي ما قلت لكم ان هي allowed to pass المواد from and to the cell. يعتبر هي الجارد، ادخل مين واخرج مين، ادخل مواد وتخرج يا حبايبي تخرج مواد. صعب الكلام ده؟ حلو الكلام. كده احنا يعتبر خلصنا اول بروبرتي عن الووتر. طيب اللون احمر كويس. بص حبايبي هنتكلم دلوقتي على حاجه اسمها ايه؟ الانفلوبس او السفير. اسمها يا جماعه ايه؟ كلنا سمعنا كلمه اسمها اتموسفير، الغلاف الجوي، صح؟ قال لي خلي بالك لا احنا عندنا يعتبر كده سفيرز كتير، مش اتموسفير بس، لا عندنا كذا سفير. كذا يا جماعه؟
حوالي كام النهارده؟ حوالي كام سفير؟ 5 سفير. كام سفير؟ بقول اسمها انفلوب او سفير. انفلوب او ايه يا جماعه؟ بص يا حبايبي، اول حاجه عندنا ليزوسفير. ليزو يا جماعه ده بيتكلم على البارت السوليد. البارت يا جماعه ايه؟ زي الروكس. يبقى الليزوسفير بيتكلم على البارت السوليد في الارض، البارت الايه؟ السوليد. طيب هيدروسفير. هيدرو ده بيتكلم على الووتر ليكويد. ليكويد ووتر. ده بيتكلم ليكويد ايه يا جماعه؟ ووتر. هيدروسفير. هيدرو. هنا الاتموسفير بيتكلم عن الجازس زي الووتر فيبر. ووتر فيبر. بايو. يعني ايه بايو اصلا؟ بايو يعني ليفنج. بايو يعني ايه؟ فده حبايبي بيتكلم على الجزء اللي احنا كليفنجز بلانتس وانيمالز عايشين فيه. فده بيتكلم على الليفنجز. يلا معايا كده. ها ليزوسفير. ها ريبيت افتر مي. ليزوسفير، هيدروسفير، اتموسفير، بايوسفير. ها ليزوسفير، هيدروسفير، اتموسفير، بايوسفير. ها اخر مره. ها صعب الكلام ده؟ رحت جايب لك يا مستر كده رسمه بيقول لي خلي بالك. هات الرسمه الاول. بص يا مستر، انت شايف حضرتك البايوسفير ده؟ قال لي اه يا مستر شايف البايوسفير. قال لي البايوسفير ده كومن مع الاتموسفير، وكومن مع الليزوسفير الجزء السوليد، وجزء مع الهيدروسفير اللي هو الليكويد ووتر. يبقى احنا دلوقتي عندنا حبايبي عندنا البايوسفير ده هم 4 صح كده؟ عندنا البايوسفير كومن مع الثلاثه. عندنا بايوسفير كومن مع ليزوسفير، هيدروسفير، اتموسفير. ليزوسفير، هيدروسفير، اتموسفير. الثلاثه سفيرز دول البايو موجود فيهم الثلاثه. موجود فيهم يا جماعه ايه؟ يبقى هم 4 بس في واحد كومن في الثلاثه. كومن فين يا جماعه؟ مشترك مع ده ومشترك مع ده ومشترك مع ده. فمين هو الكومن سفير فيهم؟ مين الكومن؟ بايوسفير. مين هو الكومن؟ البايوسفير. حلو الكلام. كومن مع مين؟ ليزوسفير، هيدروسفير، وكمان مين حبايبي؟ والاتموسفير. صعب الكلام ده؟ فرحت مديها لك كده قلت لك خلي بالك ان البايوسفير هيتكلم على جزء الليفنجز اصلا، وعلاقته بالجزء بقى اللي فيه النون ليفنجز. حلو الكلام. بمعنى ايه؟ ان حضرتك هتكلم على الليزوسفير جزء السوليد، والهيدروسفير اللي هو الووتر، وعندنا الاتموسفير اللي هو بيتكلم على الجازس. صعب الكلام ده؟ يبقى انا باختصار عندنا كام سفير قلنا لحد دلوقتي؟ 4 اللي هم ليزوسفير، هيدروسفير، اتموسفير، بايوسفير. ليزوسفير، هيدروسفير، اتموسفير، بايوسفير. وقلنا البايو كومن مع الثلاثه. البايو كومن مع مين؟ البايوسفير كومن مع ليزوسفير، هيدروسفير، اتموسفير. انا حفظتهم. انت قلتي جانا صح؟ قولي يا جانا الثلاثه وواحد. جميل. كومن مع مين؟ اللي هو بتاع اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ خالد؟ ها اسمه ايه؟ بايوسفير. باي ايه؟ بايوسفير. صعب الكلام ده؟ قولوا بقى الاربعه كده. اتموسفير، هيدروسفير، وليزوسفير، وبايوسفير. وبايوسفير. حد عنده اي مشكله يا شباب؟ كده الحمد لله احنا خلصنا السكند بوينت دي. هيبدا يتكلم على سفير جزء ايه؟ وعلاقته بالووتر. عندنا احنا عندنا اصلا الووتر دي يا حبايبي، هي الووتر دي اصلا ليها كام ستيت عندنا؟ 3 اللي هي سوليد، ليكويد، جاز. صح كده؟ فاحنا بقى عايزين نتكلم على النقطه دي. اوكي تعالوا بينا نشوف. بص يا حبايبي، هيدروسفير من شويه قلنا يعني ايه هيدروسفير؟ ايه الهيدرو؟ ليكويد ووتر. يعني ايه هيدرو؟ صح كده؟ تعال شوف. تعالى كده. قال لي ده ريفيرز. شكرا. ريفيرز لمين يا حبايبي؟ للليكويد ووتر. ليكويد يا جماعه؟ ليكويد ووتر. صعب الكلام ده؟ طيب قال لي تعرف يا مستر ان الووتر على الارث تعتبر اباوت 70. انا عارف طبعا انتوا عارفين 71 في منهجنا كام؟ هي 70 في منهجنا كام يا حبايبي؟ وتعرف ان البرسنت بتاعت الووتر في الارض اباوت 70%. معناها ان السوليد بارت قد ايه؟ 30%. صح كده؟ هو مش مكتوب بس انت تفهمها. ما هو ده 70%، يبقى الباقي كام؟
يبقى الجزء الليكويد ده اللي هو الووتر بيكون كام من الارث؟ 70%. 70 ايه؟ 70 ايه؟ والسوليد بارت 30%. قال لي انسى بقى السوليد دلوقتي وتعالى فين؟ في الليكويد. قلنا الليكويد كام برسنت يا حبايبي؟ 70%. قال لي تعرف ال 70 دول هنقسمهم لتو بارتس. 97 ال 70% دول 97 سولت ووتر، ميه مالحه، ميه ايه؟ اوشنز، سيز، سولت ليكس اللي هي البحيرات المالحه اند سو اون. حلو الكلام؟ ف 97 منهم سولت ووتر. طب الفريش يبقوا كام الفريش؟ 3. الفريش يبقوا كام يا جماعه؟ هيبقوا 3%. فيقول لي يا مستر خلي بالك ال 70% دول هنقسمهم 97 هيبقى حبايبي عباره عن ايه؟ هيبقى سولتي ووتر. سولت ايه؟ ووتر. طب والفريش ووتر هيبقوا كام؟ ذا ريست اللي هم 3%. 3 يا جماعه ايه؟ والله عندك بقى في الريفرز والجراوند ووتر والفريش ليكس. حلو الكلام؟ وكمان جزء اللي هو هعتبره الايس، هقول اسمه دلوقتي. حضرتك تعرف ان الفريش ووتر في الريفرز وفي الليكس والكلام ده كله والجراوند ووتر حوالي 1% بس. كام في المية؟ اغلبيه الووتر موجوده فروزن متجمده في البولار ارياز والموجوده في الجليشيرز اللي هي الانهار الجليديه. فعايز اقول لك خلي بالك الفريش ووتر 3%. كام برسنت؟ 3%. اغلبيتهم فروزن. اغلبيتهم يا جماعه ايه؟ متجمدين اصلا. حلو الكلام؟ هقولها دلوقتي. يبقى اذا يا حبايبي عندنا الووتر 97 سولت ووتر، والفريش كام؟ 3. والفريش كام يا جماعه؟ 3. من كرم ربنا علينا في مصر احنا عندنا كل انواع الووتر في الغالب ما عدا الفروزن دي، ما عندناش حاجات متجمده غير حاجات صغيره زي جبال سانت كاترين وحاجات زي كده، احيانا بتبقى عليها ايه؟ تلج. حلو الكلام؟ لكن حضرتك تبقى انت فهمت مني ان نسبه السولت ووتر 97 والفريش كام؟ 3%. صعب الكلام ده؟ حلو الكلام. يبقى احنا اتكلمنا على الووتر في الليكويد ستيت. الليكويد يا جماعه؟ طيب عايزين نتكلم على الووتر هنا بقى في حاله الجازيوس ستيت. جازيوس ايه؟ امتى الووتر بتبقى في الجاز؟ اسمها ايه؟ ووتر فيبر. ووتر ايه؟ يبقى الاتموسفير هيتكلم يا حبايبي، هيتكلم على مين؟ الووتر فيبر. ووتر يا جماعه؟ لان هو عباره عن لير اوف جازز بس. عباره عن لير اوف ايه يا جماعه؟ فالميه موجوده امتى تبقى جاز؟ از ووتر فيبر. ووتر ايه؟ ووتر فيبر. صعب الكلام ده؟ انا كده فاهم؟ حلو الكلام. تعالى بقى في الكرايوسفير. كرايو يا جماعه؟ يعني ايه كرايوسفير؟ ده بقى اللي هو الجليد. اللي هو الجزء اللي هو از ايس. از يا جماعه؟ از ايس. ركز بقى معايا يا حبايبي كده. عايزين نكبرها شويه برضو. بسم الله. حلو كده. بص يا حبايبي كده، الكرايوسفير احنا اتكلمنا على الهيدرو كانت الووتر ليكويد، والاتموسفير كانت فيبر. ناقص كام ستيت للميه؟ الثيرد اللي هي السوليد. الثيرد اللي هي ايه؟ الثيرد اللي هي ايه يا جماعه؟ السوليد. يبقى عندنا حبايبي الووتر لما تكون في السوليد ستيت ايس هنسميها حاجه اسمها الكرايوسفير. كرايو يا جماعه ايه؟ يعني ايه كرايوسفير؟ الغلاف الجليدي. غلاف يا جماعه؟ يعني المناطق اللي هي فروزن، يعني البولار ارياز، القطب الجنوبي والقطب الشمالي. الجليشيرز اللي هي الانهار الجليديه. ماونتن بيكس، قمم الجبال. عارفين كل الجبال يا حبايبي كل ما بنطلع عن سطح البحر الحراره ايه؟ بتقل. حلو الكلام؟ فتلاقي البيكس بتاعت الجبال كلها عليها تلج. عليها يا جماعه ايه؟ الاماكن المرتفعات بيبقى فيها تلج كتير. فيقول لي الكرايوسفير لما الميه تبقى موجود يا شباب از فروزن. از يا جماعه؟ يعني بالعربي ايس. بالعربي يا جماعه ايه؟ ايس. موجوده فروزن فين؟ في البولار ارياز، ماونتن بيكس، قمم الجبال، والجليشيرز اللي هي الانهار الجليديه. عشان لو حد مش عارف الكلمه دي، انهار ايه يا جماعه؟ جليديه. تاني يبقى اذا حبايبي اتكلمنا على الووتر في الثري ستيتس بتاعت السوليد ليكويد جاز، صح كده؟ او بالترتيب ليكويد وفي الجاز وفي السوليد. الليكويد اني سفير؟ هيدرو ايه؟ هيدروسفير هتكلم عليها هي ليكويد. طيب الاتموسفير فيبر. الاتموسفير هي ايه؟
طب والكرايوسفير سوليد. يبقى تاني الهيدروسفير بيتكلم على الميه امتى؟ ليكويد ستيت. طب الكرايوسفير بيتكلم على الميه امتى؟ بيكون سوليد. والاتموسفير بيتكلم على الميه امتى؟ الاتموسفير امتى الميه بتبقى عباره عن ايه الميه؟ فيبر ستيت. تاني يبقى اذا حبايبي الهيدروسفير ليكويد، الهيدروسفير الميه ليكويد. طب الاتموسفير الميه تبقى فيبر، تبقى ايه؟ الاتموسفير ميه ايه؟ والكرايوسفير سوليد اللي هو الايس. سوليد ده مين يا جماعه؟ الايس. صعب الكلام ده؟ يبقى ده حبايبي باختصار علاقه الاتموسفيرز بالميه. هي موجوده في كل سفير على هيئه ايه؟ مره ليكويد، مره سوليد، ومره في الجازيوس ستيت. جازيوس ايه؟ صعب الكلام ده؟ اكيد؟ قالب؟ طب تعالوا بقى في عندنا اكسبريشن. طيب الميه ساعات سوليد، ساعات ليكويد، ساعات في الجازيوس ستيت. صعب الكلام ده؟ طيب حضرتك بيلاحظ ان الووتر ساعات بيحصل لها عمليه ايفابوريشن، يعني بتحول من ستيت تو انذر. ستيت تو ايه؟ فالميه ليكويد على سطح الارض تتحول فيبر وتطلع كوندنسد وتعمل كلاود. تعمل ايه يا جماعه؟ فتحولت من ستيت لستيت واتنقلت من بليس تو انذر. من بليس تو ايه؟ دي بيسموها بالعربي الووتر سايكل. ووتر ايه يا جماعه؟ ووتر سايكل كلمتين. الووتر تتحول من ستيت لستيت. ستيت ايه؟ من ستيت لستيت، وتتحول من بليس تو انذر. بليس تو ايه؟ 4 كلمات عايز اعرفهم. بيسموها ووتر سايكل. ووتر ايه؟ ووتر سايكل او هيدرولوجيكال. مش الهيدرو يعني ميه؟ هيدرو يعني اصلا ميه، فسموها هيدرولوجيكال سايكل. هيدرولوجيكال سايكل. هيدرولوجيكال. لا الناس يا جماعه تسمعوا معايا شويه. هيدرو اسمك تاني معلش. لوجين. اسمها ايه لوجين؟ هيدرولوجيكال سايكل. بالعربي ووتر سايكل. ووتر ايه؟ يبقى ليها كام اسم؟ 2. هيدرولوجيكال سايكل. هيدرولوجيكال ووتر سايكل. هكتب 4 كلمات. كام كلمه؟ يلا يا جماعه كده قبل ما اقرا الديفينيشن بتاعها. ستيت تو ستيت. حلو. ومن بليس تو بليس او انذر. تعالى بقى بالراحه كده، بالراحه مع بعض كده. قلت 4 كلمات صح؟ بص يا حبايبي، يعني ايه هيدرولوجيكال سايكل؟ ان يحصل تشينج للووتر في ال3 ستيتس بتاعتها، سوليد ليكويد جاز اند سو اون. حلو الكلام؟ فعلى اساس التشينجز ديت هتبدا الووتر تتحرك فروم بليس تو انذر. صعب الكلام ده؟ يبقى الووتر سايكل ان الميه بتتحرك من مكان لمكان عشان اتحولت من ستيت لستيت، تحول من مكان لمكان عشان اتحولت من ستيت لستيت، من مكان لمكان عشان اتحولت من ستيت لستيت. صعب الكلام ده؟ يبقى الووتر سايكل اتحول من مكان لمكان، اتحولت من ستيت تو انذر ستيت. يبقى اسمك ايه؟ يوسف. الووتر سايكل او اسمها ايه؟ هيدرولوجيكال سايكل. هيدرولوجيكال سايكل. الهيدرولوجيكال سايكل دي يا حبايبي ايه اللي بيحصل فيها؟ يعني ايه ستيت لستيت؟ يعني ايه من ستيت لستيت؟ يعني ايه؟ يعني من ستيت اوف ووتر، من ليكويد لفيبر، من سوليد لليكويد لفيبر اند سو اون. صح كده؟ ويعني ايه بليس تو انذر؟ تطلع من الارض، من الارض تطلع لفين؟ او تنزل تاني. صح كده يا شباب؟ وهتيجي المفروض بعد الحته دي هجيب لك رسمه شامله الكلام ده كله. حلو الكلام؟ طيب هنا بس حتتين اكد عليهم قبل ما اخش على الرسمه بتاعتنا. بص يا مستر، الووتر از سيستم تقدر تغير معطيات الارض دي كلها. حلو الكلام؟ تقدر يا جماعه، انتوا عارفين الووتر بتحافظ على التمبريتشر بتاعت الارث. حلو الكلام؟ تخيل بقى يا جماعه احنا الووتر دي قلت على وجه الارض، كانت هتموت. حلو الكلام؟ طب تخيل ان احنا حضرتك في بيحصل حاجه اسمها رين، ساعات بيحصل حاجه اسمها اسيد رين. اسيد ايه؟ بالذات في المناطق الصناعيه. عندنا هنا طبعا، عندكم في السويس هنا في مصانع الاسمنت ومصانع الاسمده وي كل دي ويستس موجوده في الجو. فدي طبعا الكلاودز ماشيه بتتفاعل معاها. اول لما يحصل منخفض جو والدنيا تمطر، كل ده هينزل في الارض. ينزل فين؟
فالمواد دي تتفاعل مع الروكس اللي في جبال عتاقه عندكم والحاجه زي كده تحلل الصخور، يعني الصخور دي ممكن تتكسر. ازاي مستر شويه ميه يكسروا الروكس؟ هم مش هيكسروها بمعنى يكسروها، ده الووتر دي الاسيد رين دي تتفاعل مع الروكس وتحولها لمكونات ثانيه فاللي يحصل للروك تتكسر. حاجه شبيهه كانك حطيت قطعه سكر او قطعه ملح سوليد في الميه، بيحصل ايه؟ بتتفتت، صح كده؟ حاجه شبيهه بكده. فانت عندك الووتر ممكن تتفاعل مع الروكس تبوظها. حلو الكلام؟ كمان الاسيد رين دي فيزيكالي تغير من ملامح الارض خالص، ان انت حضرتك ساعات الووتر دي تنزل على الروكس تعمل زي طرق وتعمل حاجات بتغير في معطياتها فيزيكالي. حلو الكلام؟ او هي كمان تخلي نتيجه حبايبي الجو لما حرارته ارتفعت جزء كبير من الميه يتبخر، صح كده؟ اذا الووتر تقدر تاثر على الارض من جميع النواحي. اذا الووتر دي حاجه مهمه ولا حاجه ثانويه؟ لا، مهمه جدا يا جماعه. ده ربنا قال في القران وجعلنا من الماء ايه؟ كل شيء حي. مفيش ليفنج الا وعنده ميه. مفيش ليفنج اللي عنده يا جماعه عنده ميه. احنا اغلبيه جسمنا برضو ايه؟ ووتر. معناه ان مفيش حاجه بتحصل في الغالب الا في وجود مين يا حبايبي؟ الووتر. صعب الكلام ده؟ طيب احنا كمصر بقى هل عندنا نوع واحد من انواع الووتر ولا الدنيا؟ لا، ده عندنا دايفرستي، تنوع. عندنا يا جماعه ايه؟ دايفرستي اوف ووتر انفايرمنت، تنوع. عشان بس لو في حد فيه كلمه مش فاهمها، دايفرستي. احنا عندنا حبايبي في مصر اشهر حاجه عندنا النايل ريفر، صح كده يا جماعه؟ نهر النيل. نهر مين يا جماعه؟ نهر النيل. ده عندنا حبايبي حاجه مشهوره جدا. الريد سي، ميديتيرنيان سي، البحر المتوسط. حلو الكلام؟ عندنا جولف اوف ساوث هنا، خليج السويس. عندنا في ليكس، حلو الكلام؟ في سولتي ليكس وفي عندنا فريش ليكس. عندنا في مصر تنوع وعندنا جراوند ووتر. فمصر تتميز ان عندها دايفرستي في انواع واشكال الميه. اشكال يا جماعه تكاد تكون الحاجه اللي مش موجوده هي الحاجات الايه؟ الايس بس، اللي هي تعتبر حاجات اللي هي كرايسفير، غلاف جليدي. دي الحاجه الوحيده اللي تكاد تكون مش موجوده. لكن بقيه انواع الووتر، السولت ووتر، فريش ووتر، ايه يا جماعه؟ موجودين هنا. صعب الكلام ده؟ حد عنده مشكله؟ هقلب جنى سي تشيز، سي تشيز. ايوه كده. بصوا يا حبايبي، هي دي بقى الووتر سايكل دي يا جماعه. بالراحه كده، ايه بيحصل في الووتر سايكل؟ بص يا مستر، زي ما انت شايف دي، هتخيل دي بقى ريفرز واوشنز وسيز. دي بقى بترمز للايه؟ للميه. حلو الكلام؟ هيحصل لها عمليه ايفابوريشن. عمليه يا جماعه ايه؟ اهو ايفابوريشن بالسيز والليكس والكلام ده كله. لما يحصل لها ايفابوريشن ووتر فيبر هتبدا تطلع كده ويحصل لها عمليه كوندنسيشن. عمليه يا جماعه ايه؟ ما الفيبر طالع يمسك في بعضه كده هيبقى يتكثف ويعمل كلاودز. يعمل ايه؟ كلاودز. حلو الكلام. يبقى كده تحول من ستيت تو انذر. من ستيت ايه؟ من ليكويد لفيبر. وبعدين تحول من الارض للسماء، من مكان لمكان، صح؟ ويبدا الكلاودز دي تمشي تمشي تمشي، تيجي في منطقه معينه والووتر يحصل لها عمليه بريسيبيتيشن، تنزل على هيئه امطار. هيئه يا جماعه يروح حاصل ان الكلاودز دي تنزل هيئه يا جماعه هيئه امطار. المطره بتنزل، ممكن جزء ينزل تاني في البحر والاوشنز والريفرز تاني، وفي جزء هينزل في الارض خالص يعمل جراوند ووتر. دلوقتي يا جماعه المطره شديده جدا وبتمطر عندكم في ما طلعش حاجه عندكم اللي هو اسمه ايه؟ عتاقه. اسمها ايه؟ المنطقه دي عندكم صحراء كتير. الميه عماله بتنزل. الميه دي بتروح فين؟ بتنزل في السويل تحت. تنزل فين؟ احنا عندنا في مصر ممكن لو انت جيت في اي منطقه في مصر في الغالب، هات ماسوره ميه نزلها في الارض 50 60 متر، تقدر تطلع ووتر. مش ميه النيل دي اسمها جراوند ووتر، مياه ارضيه تحت جوفيه. اقدر اطلع ميه جوفيه من تحت، صح الكلام ده؟ اللي احنا عندنا مصر مخزون كبير من المياه الجوفيه. تمام؟ ماشي، شكرا. عندنا حبايبي مخزون كبير من المياه الجوفيه في مصر هنا. تمام؟ طب المياه الجوفيه بتيجي ازاي؟ ان المياه بتنزل تخش ما بين حبايبي ما بين السويل والروكس اللي موجوده تتحوش فيها. اقدر بعد كده
هو احنا عندنا مشكله دلوقتي في انواع الخضروات ليه؟ لان كان الجو حر اليومين اللي فاتوا فاثر على البلانت، فالبلانت لوست كل الووتر اللي عنده، فجزء من البلانت كتير باظ، صح كده يا جماعه؟ فاذا الووتر بتطلع من الارض عادي، كمان البلانت بيطلع ووتر على هيئه ترانسبيريشن. اسمها على هيئه يا جماعه ايه؟ ترانسبيريشن فروم بلانت، وعلى هيئه برضه ريسبيريشن، تنفس برضه. حلو الكلام؟ يبقى انا اقدر اقول دلوقتي حضرتك يا مستر في الووتر سايكل في جزء ايفابوريشن، ده بيحصل من الميه العاديه خالص، اللي هو حبايبي يا مستر ان الووتر اللي موجوده بتكون كلاود. تكون يا جماعه ايه؟ كلاود. صعب الكلام ده؟ طبعا الووتر فيبر تطلع يعمل كلاودز، كوندنسد كلاود. وفي نفس الوقت برضه كبيولوجيكال الليفنجز عندنا زي البلانت بيعمل ترانسبيريشن، بيعمل يا جماعه ايه؟ وكمان يقدر يعمل كمان عمليه بريثنج اللي هو الريسبيريشن، التنفس بقى. احنا عندنا حبايبي التنفس بتاعنا، تعالى كده اقف قدام المرايه كده اعمل كده، هتلاقي فيه ووتر فيبر موجود، صح كده يا جماعه؟ حتى كمان في عرق اهو، صح كده يا جماعه؟ جميل. يبقى احنا عندنا في البيولوجيكال بروسيس او كليفنجز بنقدر نلوز برضه ووتر يحصل لها ايفابوريشن على هيئه ترانسبيريشن في البلانت، وعلى هيئه بريثنج في البلانت والانيمال. بريثنج يا جماعه ايه؟ تنفس، صح كده؟ تمام. في حاجه اسمها الووتر ليكج، وانا قلتها لما المطره مطرت في الصحراء كده الميه بتنزل ما بين السويل والروك، صح كده يا جماعه؟ تعمل حاجه اسمها جراوند ووتر. جراوند يا جماعه ايه؟ بيسموها ليكج او انفلتريشن. اللي هو التسريب، ان الميه تمشي في السويل، تنزل 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 كده او تتحوش، تعمل في الاخر حاجه اسمها جراوند ووتر. جراوند دي يا جماعه صعب الكلام ده؟ يبقى الجراوند ووتر ده جاي من التسريب، صح كده؟ ما بتتسرب تحت. لكن الترانسبيريشن والبريثنج والايفابوريشن دول مسؤولين عن تكوين الكلاودز والرين. ومين يا جماعه؟ لحد دلوقتي حد مش فاهم حاجه؟ الكلام كويس ولا صعب؟ كويس؟ طب الحمد لله، جميل. البرسبتيشن دي جايه من البرسبتين اللي هي الترانسفير. ككلمه بريسيبيتيت انتوا خدتوها طبعا في الساينس، بريسيبيتيت للسوليد بس، صح كده؟ لا، هو بريسيبيتيت دي حاجه تقع. حاجه ايه؟ يعني انت عارفه لما نحط مثلا كيميكالز مع بعض بيتفاعلوا على السيرفيس يروحوا واقعين تحت. فبرضه نفس الكلام، الووتر فوق اللي هي الكلاود دي لما الميه اتكونت عملت ايه؟ وقعت، فسموها بريسيبيتيت. اسمها حبيبي ايه؟ بريسيبيتيت. اسمك ايه؟ هاجر. طيب هي دلوقتي هاجر الحمد لله شايف الدنيا كويسه، جميل؟ صح كده؟ حبايبي. طيب المشكله حبايبي الووتر وهي نازله الجو مش طبيعي. احنا عندنا حبايبي مناطق صناعيه كتير والجو مليان تلوث. تعالى كده في يوم مطره وهات كوبايه ميه حطها في المطره كده من البلكونه كده وحط هات ميه، هتلاقي لونها اصفر وغريب خالص. ليه؟ الجو مليان تراب ومليان كيميكالز، تبدا الووتر وهي نازله تتفاعل معاه تعمل حاجه اسمها اسيد رين. اسيد يا جماعه؟ اسيد رين. يبقى حبايبي الووتر او نقول ادق كده الكلاودز هي اصلا اللي رياكت، هي اللي بتتفاعل. حلو الكلام؟ وهي بقى نازله حبايبي تعمل لي اسيد رين. اسيد يا جماعه؟ اسيد رين. والاسيد رين طبعا ده تاثيره صعب جدا، بيأثر على البلانت وعلى الايه؟ على كل مكونات الارض، ممكن يحرق البلانت، يحرقه، ده اسيد. حضرتك هيأثر على قوه البلانت في الارض فيطلع لك محصول بايظ، صح كده؟ الاسيد رين دوت يأثر على الروكس، هينزل على الروكس يفتتها، هيتفاعل معاها كيميكال رياكشن ويفتت الروكس. صعب الكلام ده؟ جميل. تعالى معايا كده بقى، قولي خلي بالك الووتر فيبر ده لما بيعمل كلاود فبيعمل لي يا شباب الكلاود، فبيقدر ان هو يتفاعل معاها فورمينج حاجه اسمها حبايبي الاسيد. طبعا اسيد على هيئه اسيد رين. ان الكلاود تتفاعل كيميكالي يا حبايبي مع مكونات الجو وتعمل لي في الاخر حاجه اسمها اسيد رين. اسيد ايه؟ صعب الكلام ده؟ جميل. نيجي بقى لاكسبريشن جديد خالص. هتكلم بقى على الووتر كستراكشر شكلها عامل ازاي،
واتكلم على الكومبوزيشن بتاعتها. بصوا حبايبي، يعني ايه ووتر؟ يعني H2O، دي الووتر صح كده؟ عباره عن 2H 1O. يبقى كريشيو كعدد، ريشيو عدد كده كام H؟ 2 to 1. ريشيو كام يا جماعه؟ 2 to 1. يبقى النسبه ما بين حبايبي كان نيومريكال او فوليومتريكال ريشيو 2 to 1، نسبه 2 ل 1. طيب هتكلم عليها كماس الاول، كنسبه ماس. تعالوا بينا نشوف كده حاجه مهمه كده. تعالوا نروح كده على وايت بورد. بص يا شباب، لا بص يا حبايبي، احنا عندنا دلوقتي لو بصينا على الووتر، الووتر دي مبدئيا هي عباره عن 2H وحده اكسجين اتوم. كم اكسجين اتوم؟ 1O. طيب الويت بتاع الميه قد ايه؟ اصلا الووتر دي اباوت حوالي كام يا حبايبي؟ 18 جرام. الميه كام جرام؟ 2 جرامز هيدروجين و16 جرامز من الاكسجين. يبقى الاكسجين كام؟ 16. انا بحاول افهمها لكم، جابوا الارقام دي منين؟ انا عايز دلوقتي اعرف الريشيو ما بين الماس بتاع الاثنين. هي الهيدروجين كام؟ 2 والاكسجين كام؟ 16. كام يا جماعه؟ فلو حبيت اعمل ريشيو ما بينهم، ريشيو كماس، ديفايد 2 فيها كام؟ ديفايد 2 فيها 8. يبقى اذا الريشيو في الماس 8 to 1 او 1 to 8 على حسب انا هبتدي بمين. خلي بالك في الامتحان يقول لك مثلا الريشيو ما بين الهيدروجين والاكسجين، اقول له 1 to 8. طب قال لك ما بين الاكسجين والهيدروجين 8 to 1، صح الكلام ده؟ طيب دي كبرسنت ماس. كبرسنت يا جماعه ايه؟ او ريشيو. هنا يا شباب دي ريشيو اوف ماس. قال لي طيب انا عايز اعرفها بقى بيرسنت، كام في المية؟ يعني الووتر دي كام في المية اكسجين وكام في المية هيدروجين؟ قلت له سهله خالص. برضو طريقه الحساب دي انت عليك الرقم بس، يعني المفروض اللي تطلع في الاخر تطلع البرسنت بتاعتنا. هنا 4 وحيد، هنا المفروض نقول 4 تمانيات تقريبا. حلو الكلام؟ طب جبت انت البرسنت دي ازاي؟ تعالى اقول لكم، بس مش عليا، مش ايه يا جماعه؟ بس لازم اوضح لكم برضه جبتها منين. اوكي؟ تعالوا بينا نشوف. خد دي هاجر. لا وانت يعني هتجاوبي معايا كده. اسمك انت كمان؟ رقية. هاجر بعدين رقية. هاجر دلوقتي انا عندي الماس بتاعت الاكسجين هنا بتاع الهيدروجين كام؟ 2 جرام. كام جرام؟ 2 جرام. طيب التوتال ماس بتاع الوتر كام؟ التوتال كام؟ 18. التوتال كام؟ 18 صح كده؟ خالد. طيب انا عايز البرسنت، بعمل ايه؟ بصوا مثال بلدي. هتخيل انتوا 100. انتوا ايه؟ 100. 30 ولد و70 بنت. حلو الكلام؟ طيب قال لي مستر انا عايز اعرف نسبة البنات. بنعمل ايه؟ هنجيب رقمهم اللي هم 70 على التوتال صح كده؟ نقول رقم غير 100 عشان ما يبقاش انتوا ايه يعني حافظينها قوي. هنقول 70 مثلا. 70 شخص. كام شخص؟ 30 و40. 30 وكام؟ يلا انتوا كبنات نسبتكم كام في المية؟ هنقسم ال 40 بتاعتكم على التوتال. التوتال بتاعكم كام؟ 70 صح كده؟ يعني ممكن اعملها انا كده. دي حته بره دي. احنا عندنا كده يا شباب. وعمل ايه؟ اوكي طيب بص حبايبي، انا عندي في بويز وفي جيرلز. دول حبايبي دول 30 ودول 40. التوتال في الاخر كام؟ 70. انا عايز البرسنت بتاع الاولاد بتاع مين يا جماعه؟ هنقسم ال 30 على التوتال على مين يا جماعه؟ جزء على الكل. جزء هيبقى على 70 باي 100. تطلع كام بقى في الاخر؟ كذا كذا برسنت مثلا. حلو الكلام؟ يطلعوا كام؟ دي 35 50 يعني اباوت
حوالي 48% كده او 47%، يعني قريب من الرقم ده كده. حلو. طب مستر انا عايز بقى البرسنت بتاعت ده كده البويز. طب انا عايز البرسنت بتاعت الجيرلز، هعمل ايه يا جماعه؟ ليه ما اعمل ماينس 100؟ حلو الكلام. او اعمل طريقه ثانيه، هقسم النمبر بتاعهم 40 على التوتال تقريبا مثلا هنقول 52%. كام برسنت؟ صعبه. انا بقى عايز اعمل الكلام ده بقى حبايبي مع الووتر كبرسنت. يلا حبايبي، هنا الهيدروجين كام؟ اللي عايز البرسنت اوف هيدروجين اهو، البرسنت بتاع الهيدروجين هنقسم التوتال بكام؟ كل ده باي 100 طلعت 1111%. عايز نفس الكلام ده على الاكسجين. يلا يا حبايبي، الاكسجين البرسنت بتاعت الماس بتاعته كام؟ 16 والتوتال باي 100 طلعت 8889 كده برسنت. صعب الكلام ده؟ يبقى لو اتكلمنا كعدد 2 اتش 1 او 2 ل1 صح؟ طيب لو اتكلمنا على ريشيو اوف ماس، الماس هتبقى 8 to 1. 8 to كام؟ وركز في الرقمين دول حبايبي. هنا كام؟ 11 وهنا كام؟ هنا 88 وهنا كام؟ فما تنساش بقى الرقمين دول 88. ما لو انا قسمت حبايبي ده على ده يطلع ايه؟ يطلع كام يا جماعه؟ 8. فيبقى 11 ل 88 وهنا 1 to 8 عشان ما تنساش الارقام دي. يبقى كبرسنت هنا 11 وهنا 88 صح كده؟ طيب كماس 1 to 8. 1 to كام؟ طب كعدد هنا 2 اتش وهنا 1 او. وهو يا مستر اهو حضرتك اهو زي ما انت شايف ادي 1 او شكرا و2 اتش. 1 او و2 ايه؟ حد عنده مشكله؟ اكمل؟ تاني ملبوسه ماشي جميل. بص يا حبايبي بقى، انا دلوقتي عايز نشتغل في حته مهمه. بص يا جماعه، ونخليها في صفحه جديده مريح دماغنا. احنا عندنا الووتر عباره عن او واتش. او مين يا جماعه؟ واتش. طيب ادي الاو وادي الاتش. سيبني دلوقتي عشان انا متعمد اكتب دي كبيره ودي صغيره دلوقتي كشكل. بص يا حبايبي، احنا عندنا في بعض الاكسبريشنز. بعض يا جماعه ايه؟ سمعنا زمان في حاجه اسمها ايونيك بوند، كوفالنت بوند. ايونيك بوند طب انا عايز اعرف الفرق ما بينهم. بص يا جماعه، مين مثلا رقيه دي ما شاء الله غنيه شويه، ترى رقيه انا عايز اعمل مشروع فانا عايز منك مليون جنيه. حلو الكلام؟ تخيلي يا رقيه، قول ان شاء الله. ربنا يا رب يغنيك يا رقيه، تبقى غنيه جدا يا رقيه. رقيه دي معاها فلوس كتير اللهم بارك، عندها بص غنيه جدا. قلت يا رقيه انا عايز مليون جنيه اعمل مشروع، فانا ضحكت عليه وخدت الفلوس ومشيت. حلو الكلام؟ يبقى واحد دفع وواحد اخد صح كده؟ دي اسمها ايونيك بوند مش علينا. لا قلت لها رقيه النوع الثاني بقى، احنا عايزين نعمل شراكه مع بعض يا رقيه. شراكه ايه؟ هنفتح مشروع مع بعض، هنشتري عربيه ونشغلها اوبر بقى هنا عندكم في السويس هنا. ايه رايك؟ يعني عربيه بكام يا مستر؟ قلت لها ب 2 مليون. انا بضحك بنصب عليها بس مش مهم. انت مليون وانا مليون، تبقى الشراكه 50-50. الشيرنج يا جماعه، انت مليون وانا مليون، هنجيب عربيه ونعملها اوبر عندكم هنا. حلو الكلام؟ في مشكله؟ فحضرتك بقى الكوفالنت بوند دي بقى اللي هي شيرنج 50-50. 50 ايه؟ عايز احكي قصه بس في الاول. طيب خلي بالك، رقيه طمعانه تقول يا مستر، هي طمعانه تاخد العربيه وطبعا المشروع فشل الحمد لله ما كملناش ومش عارفين نبيع العربيه، ما العربيه غاليه، فهي نفسها تاخد العربيه تستفيد منها اكتر فتره صح؟ وانا برضو زي احسن مني نفسي استفيد منها اكتر فتره. حلو؟ قال لي فعندنا حبايبي في الكوفالنت بوند اول كلمه عندنا عمليه شيرنج. عمليه ايه؟ بنتشارك مع بعض. طيب عندنا عمليه جشع. عمليه ايه يا جماعه؟ جشع اللي هي الاتراكشن بقى. هي نفسها تاخد العربيه عندها اكتر فتره، هي مش تاخدها ليها خالص بس تستفيد منها اكتر واحده، وانا نفسي استفيد منها برضو ايه؟
اكتر فتره. اكتر ايه يا جماعه؟ فتره. فتعالوا بينا نشوف كده بتتكون ازاي. ادي حبايبي الاكسجين اتوم، انا متعمد ارسمها كبيره، عينيك بتحفظ، عينيك. احنا ليه بنحاول نعمل حاجات باشكال رسومات وتنسيق مميز وكده؟ خلي بالك من ضمن الحاجات في طرق الحفظ والتتذكر المعلومه العين. انت ممكن اقول لك على حاجه، ممكن انا انسى اسمك، حلو الكلام؟ لوجين، نسيت اسم لوجين اصلا، بس لو شفتها في اي مكان هعرفها. ممكن انسى اسمها لكن هنسى شكلها. خالد اهو لو شفت في اي مكان هعرفها بس ممكن انسى اسمه، صح؟ فخلي بالك من ضمن طرق المذاكره والتذكر العين. حتى وانت بتكتب في البيت اسمها ذاكره فوتوغرافيه. دي بتفهم احيانا اهو. اسمك ايه؟ انت ليكي حد اكبر منك؟ لا انا كبير. شبه حد كان معانا، عارفه اسراء منا بتاع منا؟ كانت في منا الايه؟ منا حاجه في السويس هناك، في جي ال سي السويس هناك، كانت منا حاجه كده، منصوري منا حاجه زي كده. المهم شبه حد نعرفه يعني من الاخر. طيب نرجع لكلامنا. فحضرتك انا عايزك تتخيل ان الاو دي كبيره. الاو دي يا جماعه ايه؟ كبيره. وعملت شراكه مع مين؟ انا اهو، انا كبير، رقيه اصغر مني شويه، صح كده؟ فدي رقيه عشان انصب عليها في الاخر. ودي حبايبي جبنا رقيه. رقيه حضرتك هي الاتش دي. في عيني صغيره ازاي؟ المستر كان قال لي زمان ان الاكسجين ده في الاوتر شيل عنده 6 الكترونز. كام الكترون يا جماعه؟ 6 الكترونز. في بعض المعلومات مش هقولها بالتفصيل قوي علشان انا مش عايز افتح في حاجات مش عليا، هي من ضمن بس الحاجه لو انا محتاج اقولها ايه هقولها بالتفصيل، محتاجه من على الوش هقولها من على الوش عشان ما اخليش حاجه تطول عليك. حلو الكلام؟ كلام جميل. طيب وعارفين برضو ان الاتش عندها في الاوتر شيل 1 الكترون بس. كام الكترون يا حبايبي؟ 1 الكترون. فجيت انا الاكسجين، انا مين يا جماعه؟ انا الاكسجين. رقيه هيدروجين، خليكم فاكرين حتى انا ما شاء الله انا كبيره اهوت وهي اصغر مني شويه، صح كده؟ مين الاكسجين؟ انا ورقيه اهي. هنعمل شيرنج مع بعض. نعمل يا جماعه ايه؟ شيرنج اهو، هنا وهنا اهو. هنبدا بقى عمليه بقى الايه؟ الجشع تشتغل بقى. عمليه ايه؟ انا نفسي اخد الالكترون بتاعي، ما هو الاثنين دول كومن ما بيننا بتوعنا احنا الاثنين، بس انا طماع زي جانا كده اهو ونفسي اخد الالكترون ده عندي اكتر فتره ممكنه. اكتر ايه؟ فتره ممكنه. ونفس الوقت برضو رقيه عماله تفكر تشد الالكترون بتاعي عندها اطول فتره ايه؟ ممكنه. بس انا طبعا عشان اقوى منها عملت ايه بقى يا شباب؟ رحت عملت اتراكشن. عملت ايه؟ اتراكشن. فالالكترون ده يا عيني مشي 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 وبقى فين يا حبايبي؟ في الحته دي. باي ذا سيم واي ده يا عيني الاو دي حكيت عليها، والالكترون بقى فين يا حبايبي؟ بقى في الحته دي. ففي حضرتك في الكوفالنت بوند اتنين بيشدوا بس واحد اقوى من التاني. واحد اقوى منين؟ حضرتك احفظ معايا الاكسبريشنز التاليف بتاعتي دي. احنا عندنا حاجه اسمها اتراكشن. اسمها يا جماعه ايه؟ اتراكشن دي معناها ايه؟ الكترونيجاتيفيتي. اسمها يا جماعه ايه؟ الكترو نيجاتيفيتي. طيب يعني ايه هاير اتراكشن؟ هاير اتراكشن يعني هاير نيجاتيفيتي. خلي بالك عمليه الاتراكشن اسمها بالعربي الكترونيجاتيفيتي. احفظوا الاكسبريشن دي معايا. يعني ايه اتراكشن؟ الكترونيجاتيفيتي. يعني ايه اتراكشن؟ اتراكشن الكترونيجاتيفيتي. اتراكشن اهو، اتراكشن بتساوي الكترونيجاتيفيتي. طيب لو هاي اتراكشن يبقى هاي الكترونيجاتيفيتي. هاي اتراكشن. طب لو لو اتراكشن لو الكترونيجاتيفيتي. هاي اتراكشن هاي الكترونيجاتيفيتي. لو اتراكشن كأننا يا جماعه بالظبط هترانسليت فروم انجلش تو كيمستري. فروم انجلش تو ايه؟ يلا ترجم. يعني ايه؟ يعني ايه اتراكشن؟ يعني ايه اتراكشن؟ يعني ايه اتراكشن؟ لا بجد الحاجات دي مهمه. يعني ايه اتراكشن؟ يعني ايه اتراكشن؟ الكترونيجاتيفيتي. طيب هاجر يعني ايه هاي يعني ايه هاي اتراكشن؟ ها هاير نيجاتيفيتي او الكترونيجاتيفيتي. هاي الكترو ايه؟ نيجاتيفيتي. طيب انا دلوقتي هسالكم سؤال.
الاو هتبقى هاير نيجاتيفيتي ولا لور نيجاتيفيتي؟ ليه هاير؟ ليه؟ شدت اكتر. فدي يا جماعه كده دي هاير نيجاتيف. هاير ايه؟ الهاير نيجاتيفيتي بنديله نيجاتيف. الهاير نيجاتيف ياخد ايه يا جماعه؟ ياخد نيجاتيف. الهاير نيجاتيف ياخد ايه؟ نيجاتيف. طب الاتش تاخد ايه؟ مؤقتا. حلو الكلام؟ طيب مستر معلش مش هنقول نيجاتيف كده وبوزيتيف كده، هنقول ايه؟ بارشال بوزيتيف. بصوا كده علامه الاس دي وفيها ديل. بصوا يا جماعه اس وفيها ديل كده، او 8 وحته ناقصه منها اهي. بص 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 اهي، دي اسمها بارشال. اسمها ايه؟ اصل احنا عندنا مش عايز اوضح اكتر، في بوزيتيف حقيقيه ونيجاتيف حقيقيه، وفي بوزيتيف ونيجاتيف مش حقيقيين قوي بنسميهم بارشال، جاي من كلمه بارت جزء. فعندنا حبايبي الكوفالنت بتعمل بارشال نيجاتيف بارشال بوزيتيف. يبقى انا استفدت دلوقتي معلومه، عندنا كوفالنت بوند. كوفالنت ايه؟ بتعمل شيرنج. تعمل ايه؟ شيرنج. وعندي بارشال نيجاتيف وبارشال بوزيتيف. بارشال نيجاتيف وبارشال. تعالى 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 كده، انا ايه هكتب بس المعلومه دي كده. انا بدات افهم منكم ان الكوفالنت بوند اول معلومه بتعمل شيرنج. بتعمل يا جماعه ايه؟ مشاركه. حلو الكلام. مستر الشيرنج دوت بيكون لي حاجتين. كون حاجه يا جماعه ايه؟ بارشال نيجاتيف. بص بقى، بارشال بوزيتيف. انا بتعمد اكتب عشان تبقوا فاهمين. بارشال نيجاتيف بارشال. يعني ايه بارشال نيجاتيف؟ ده اللي عنده هاي نيجاتيفيتي. هاي يا جماعه ايه؟ لا اسود. ده عنده حبايبي هاي نيجاتيفيتي. هاي نيجاتيفيتي هاي. طب البارشال بوزيتيف هيبقى لو نيجاتيفيتي. لو. انا بحاول الخص اللي قلته كله في الحته ديت. الكوفالنت بوند بتحصل نتيجه ايه؟ شيرنج. الكوفالنت بوند عن طريق ايه؟ الكوفالنت بوند عن طريق ايه؟ الكوفالنت بوند عن طريق ايه؟ شيرنج. ادي نمبر 1. طب الشيرنج دوت بيكون لي ايه بقى؟ بوزيتيف ونيجاتيف ولا بارشال بوزيتيف وبارشال نيجاتيف؟ بارشال بوزيتيف بارشال نيجاتيف. بارشال بوزيتيف. حلو. اسمك ايه تاني؟ يوسف. البارشال نيجاتيف دي عندها هاي نيجاتيفيتي ولا لو؟ هاي. ده كبير قوي يا عم. طيب والبارشال بوزيتيف عندها لو نيجاتيفيتي. بالله عليك بعينيك دي احفظ، انا كاتب دي كبيره ودي صغيره. ماشي يا حبايبي؟ بارشال بوزيتيف يبقى لو نيجاتيفيتي، بارشال نيجاتيف يبقى هاي. صعب الكلام ده؟ اعمل قلب. موجود في الكوفالنت بس البارشال بوزيتيف بارشال نيجاتيف في الكوفالنت بوند بس. لكن حته مش عندي دلوقتي خالص، الايونيك بوند كانت فيه بوزيتيف حقيقيه ونيجاتيف حقيقيه. زي ما انا نصبت على الرقيه في الاول، خدت منها $1,000,000 جنيه وعملت مشروع لوحدي. دي واحده دفع واحد اخد، خلصت. ايونيك. ولا جاي هي الاقوى نيجاتيفيتي. لا انا عايز اكبر يعني هاي نيجاتيفيتي. المقصود يا جماعه بكلمه اكبر يعني ايه؟ عشان بس تفتكر الكلمه دي، كلمه اكبر المقصود بقى عندي ايه؟ هاي نيجاتيفيتي. هاي نيجاتيفيتي. هاي نيجاتيفيتي. اي كوفالنت بوند طبعا اي حد بارشال نيجاتيف حتى من اسمها هاير نيجاتيف ولور نيجاتيف. يبقى اذا الهاير نيجاتيف هو النيجاتيف صح؟ عشان كده احنا بنسمي اللور نيجاتيفيتي ليه بنقول بارشال بوزيتيف؟ عشان مش بوزيتيف حقيقي. مش بوزيتيف ايه؟ بسم الله عليكم، ده كانت ثانيه ثانوي، ما تحطوش في حته ايه؟ مش عايز اوسع لكم اكتر، انتوا عندكم منهجكم في حته. احنا عندنا يا جماعه 19 درس. 19 ايه؟ فما اكذبش عليكم، يعني انا هنحاول، انا عمال التيم بتاعنا عاملين نفكر ازاي. احنا عندنا 14 اسبوع. كم اسبوع؟ عندنا 19 درس. فلا ما هقول لك هو مش حرام. بص يا جماعه، هو احنا اتضحك علينا. بمعنى ايه؟ احنا كان عندنا الكيمستري فيزيكس بايو ب6 حصص في المدرسه. كم حصه؟ خلوهم 5، يعتبروا نفس العدد. فخلوهم بس ماده ايه؟ واحده. احنا عايزين بقى، احنا بدل ما كنا بناخد 3 دروس هنخليهم ايه؟ فاحنا نلحق نخلص كل الكميه دي كلها في درس. فاحنا عاملين بقى نشوف طريقه معينه ازاي
نظبط الدنيا. تمام؟ وما اقول لك احنا هنخفف لكم المناهج، وانت ما ضحكت عليا ما خففتش مناهج ولا حاجه. انت بدل ما تقول لي مثلا انت عليك في البيت هتروق الثلاث اوض دول، ثلاث ايه غرف دول، صح؟ فروق الشقه. ما في الاخر عارف هم ثلاث اوض حضرتك، صح كده؟ ما بقول لك عشان يقول لك ده شقه ودول 5 اوض مثلا. فهو ضحك علينا. حتى الفلسفه عندكم الله يعينكم، الفلسفه نزلت تقيله. يعني اقول لك احنا شلنا مواد، يا عم انت شلت مواد بس ضحكت عليها من الناحيه الثانيه، دول انا شلت لكم مواد والدنيا بقت حلوه، بس حطيت المواد مالها متختخه كده. يلا الرسمه اللي فوق تدفع كام؟ ماشي. النقطة اللي دي كان اسمها ايه؟ دي الالكترونز. تمام. حلو. ليه انا عملت الكترون دوت واكس عشان افهم يعني في فرق بين الاثنين يعني. قول يلا. هي الاو دي هي اللي عندها الكترون اكتر من الاتش، مش كده هيبقى اكبر؟ لا مالهاش علاقه، لا لا لا. دي حاجه يا جماعه ان شاء الله ان عشتوا كان لكم عمر في ثانيه ثانوي ونقول المعلومه دي. يعني الالكترونيجاتيفيتي وحاجات زي كده دي اكسبريشنز في كام يا حبايبي؟ حاجه متعلقه ببصي حاجه اسمها الراديوس. حاجه اسمها يا جماعه الراديوس. كل اتوم عندها حاجه اسمها اتراكشن وعندها راديوس وفي بعض المعلومات. نقدر نقول اسهل حاجه الاتراكشن، دي اسهل حاجه ممكن بالنسبه لكم اولى ثانوي تعرفوها. الاكسجين عندها هاي اتراكشن، هاي ايه؟ فعندها هاي نيجاتيف. هاي ايه؟ هي الهاي اتراكشن شدت الالكترون عندها بقى عندها نيجاتيف. طب ده يا عيني نقصت الالكترون، نقصت النيجاتيف بقت بوزيتيف، بقت ايه؟ حلوه دي كده؟ مش اسهل من كده. مش هقدر اوسع تاني عشان مش عايز اتعبكم معايا. التعليق الحته دي بس كده، ماشي؟ طيب تعالوا بقى نشوف الرسمه. انتوا صوروا زي يا حبايبي كده معلش. معلش بسرعه، دي نقطه دي مهمه عندي بعد اذنكم. دي بفلوس دي. ثانيه، فهمتوا فسوه؟ فهمتوا فسوه؟ فهمتوا فسوه؟ يلا يا عم. ابو مؤمن، مين عندنا هنا عنده الهاي اتراكشن او الهاير اتراكشن في الووتر هنا؟ مين الهاير اتراكشن؟ الاو، عشان اخدت نيجاتيف. حلو الكلام. يبقى تاني، يبقى دي هاير اتراكشن اخدت نيجاتيف، صح كده؟ طيب والاتش هتبقى لور اتراكشن، فبالتالي عندها ايه؟ هتبقى بارشال بوزيتيف. صعب الكلام ده؟ قال لي طب بص يا مستر، الميه عامله 2 بوند كده، كام بوند؟ زي ايدي كده بالظبط. الانجل ما بينهم عامله 104.5. 104 بوينت كام؟ يبقى الانجل بتاعت الميه 104، نحفظها كده. يبقى الووتر انجل بكام؟ 104.5. الووتر انجل بكام؟ طيب مين البارشال نيجاتيف؟ الاكسجين. بارشال بوزيتيف الهيدروجين. ليه الاكسجين بارشال نيجاتيف؟ هاير نيجاتيفيتي. هاير ايه؟ وهاير اتراكشن. هاير نيجاتيفيتي هاير اتراكشن. هاير نيجاتيفيتي. ها ليه الهيدروجين عندها بارشال بوزيتيف؟ لور نيجاتيفيتي لور نيجاتيفيتي لور. انا حفظتها والله. حفظتها زيي؟ طب خلاص يا عم ما تزعقش. طيب بص يا حبايبي معايا كده، بهزر معاك يا مؤمن، ما تبقاش رخم زيي. فحبايبي راح جه قال لنا هنا مستر عايزين احمق اهو. اول حاجه يا شباب، اول اكسبريشن عندنا نسيناه، الكوفالنت بوند. دي حبايبي عمليه ايه يا شباب؟ عمليه شيرنج. عمليه يا جماعه ايه؟ بصوا يا جماعه، دول صراحه انا حاططهم علشان تفهم الحته اللي جايه، حته البولاريتي بتاع الميه دي تفهمها هنا. طيب يبقى مبدئيا الكوفالنت بوند عمل دي بوند بتحصل فيها عمليه شيرنج. عمليه يا جماعه شيرنج اتليست 1 الكترون، كل واحد اقل حاجه بواحد واحد، ممكن 2 2 3 3، اقل حاجه كام؟ واحد واحد. جميل. طيب يلا بسرعه بسرعه بسرعه، شو انا فاكر ولا لا؟ الرسمه دي بقى عبقريه جدا. هي بتعمل ده بيعمل ايه؟ ده الاو، ده مين يا جماعه؟ ده مين؟ ومين اللي عين الغلبان ده؟ الاتش. فكأن الاو بتشد الكترونات الاتش. الكترونات يا جماعه؟ يبقى اذا دي حبايبي هي دي بالظبط كده الالكترونيجاتيفيتي، عمليه الاتراكشن. عمليه يا جماعه ايه؟ الاتراكشن. الابيليتي تو اتراكت، قوه الاتراكشن. خد ايه؟ بسرعه. مين بقى الهاير نيجاتيفيتي، ده ولا ده؟ ده صح؟ ليه؟ شد اكتر. شد ايه؟ يبقى اللي شد اكتر يبقى هاير الايه؟ نيجاتيفيتي. هاير يا جماعه؟ يبقى الاتراكشن اكبر هاي نيجاتيفيتي، اتراكشن اكتر هاي ايه؟ نيجاتيفيتي. كلام جميل. صعب الكلام ده؟ طيب راح قال لي يا مستر بص اهو، قلت لك يا مستر عندنا البارشال نيجاتيف ده
اللي هو المور نيجاتيف. مين البارشال نيجاتيف؟ ومين البارشال بوزيتيف؟ ليس نيجاتيف. ليس. صعب الكلام ده؟ طيب كلمة بارشال بوزيتيف وبارشال نيجاتيف دي حبايبي بتعمل حاجة اسمها بولاريتي. حاجة اسمها ايه؟ بالراحة بس عشان معلش يا جماعة همشي سنة سنة معاك. يلا حد يمريني كده بالراحة كده. بص يا مستر، احنا عندنا يا مستر البارشال نيجاتيف والبارشال بوزيتيف، الاثنين دول مسؤولين عن حاجه اكسبريشن اسمه حبايبي ايه؟ بولاريتي. اصل كلمه بولر دي لو معلش يا جماعه كده، كلمه بولر بالعربي معناها جايه من كلمه في الكيمستري والفيزيكس بوزيتيف بول ونيجاتيف بول. عارفين الجزء البوزيتيف والنيجاتيف؟ فكلمه بولر جايه من كلمه بوزيتيف بول ونيجاتيف. فلما اقول بولر يبقى عندها بوزيتيف ونيجاتيف. بوزيتيف وايه؟ بس البوزيتيف والنيجاتيف بتوعنا اسمهم بارشال بوزيتيف بارشال نيجاتيف. بارشال بوزيتيف بارشال ايه؟ حلو الكلام؟ تمام. فاسالك ليه البوند تعتبر لو بولر بوند؟ يبقى علشان البوند دي عندها بارشال بوزيتيف وبارشال نيجاتيف. بارشال بوزيتيف بارشال ايه يا جماعه؟ ادي بارشال نيجاتيف اهو وبارشال بوزيتيف. كل دي حبايبي معلش دي تقديمات عشان يجي عليها اسئله. دي حاجه طب هي موجوده في الكتاب بتاع المدرسه؟ لا، بس انا مش هعرف اخش على النقطه دي الا لما اكون عارف النقطه دي. مش حبايبي؟ طيب تعالى بسرعه 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 بسرعه. خلصنا مؤمن. اسمك ايه؟ مروان. يلا مروان. عندنا بولر موليكيول. احنا عندنا في الترجمه بولر يعني بارشال بوزيتيف بارشال نيجاتيف. يعني بولر يعني بولر بالكيمياء بارشال بوزيتيف بارشال نيجاتيف. يلا حبيبي. فبولر موليكيول ده الموليكيول اللي عنده بارشال بوزيتيف وبارشال ايه؟ نيجاتيف. بارشال بوزيتيف بارشال ايه يا حبيبي؟ نيجاتيف. طيب البولاريتي دي بقى هتبقى سبب في ايه؟ راحت مغيره يا جماعه البروبرتي بتاعه الووتر تماما. خلت الميه تعمل حاجه اسمها هيدروجين بوند. سمعتوا الكلمه دي قبل كده حبايبي؟ بام 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 باك باك. دي ايه؟ ما مش عشان القلم. هي عامل حاجه غريبه. في حاجه اكتف اهي دي. يلا مش هعملها اهو. خلي بالك معايا. يعني ايه كلمه بولاريتي؟ يعني بارشال بوزيتيف بارشال. والبولاريتي دي خلت الميه تعمل هيدروجين بوند. تعمل هيدروجين ايه؟ يعني ايه هيدروجين بوند بقى يا رجاله؟ الميه دي يا حبايبي اصلا الووتر المفروض مش ليكويد اصلا. الميه اصلا المفروض مش ايه؟ المفروض تبقى جاز. تبقى يا جماعه اصل احنا عندنا قاعده كل ما دي هتقال الحصه الجايه، الحته دي محتاجه الحصه الجايه، بس انت فهمتها من دلوقتي وفرت عليا. خلي بالكم انا بوفر جزء من الحصه الجايه. بوفر منين؟ دي اساسيات. تلاقي الحصه الجايه بنمشي شويه. حلو؟ طيب حضرتك الميه المفروض كانت تبقى جاز مش ليكويد. فقلت له ازاي يا مستر؟ قال لي هقول لك. انتوا عارفين حبايبي كان بيقولوا لي زمان في حاجه اسمها سوليد وليكويد وجاز. انا غلطان؟ السوليد بتبقى البارتكلز لازقه ببعضها كده يا جماعه. لازقه فين؟ الليكويد تبقى فيه سمول سبيسز كده. الجاز بتبقى بعيده قوي. فالحاجات عندنا كل ما كان وزنها صغير وزنها ايه؟ تبقى جاز. يعني عندك دلوقتي لو انا جبت حبايبي ورقه صغيره كده، ورقه تطير صح كده؟ فعندنا كل ما الوزن بيظهر يبقى جاز. طب الوزن كبر شويه ليكويد، كبر قوي يبقى سوليد. فالميه 18 جرام دي صغير قوي. ده في حاجات قدها مرتين وجاز، قدها مرتين وايه؟ طب ليه الميه طلعت اكسبشن بقى؟ قال لي سبحان الله ربنا خلق لها الهيدروجين بوند. دي بوند بتتكون بتمسك كل ووتر موليكيول بالتاني، هتمسكهم في بعض كده. وراحوا شادين بعض، قعدوا يشدوا 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 لحد لما بقوا شكل ايه يا حبايبي؟ اللي هو الليكويد ستيت ده. فهمتوا الحته دي؟ يبقى الهيدروجين بوند خلت الووتر ليكويد. خلتها يا جماعه ليكويد. والميه كانت المفروض تغلي تحت الزيرو.
الطبيعي يا جماعه في الجازز، الكلام ده جديد بالنسبه لكم انا عارف، بس كلنا مشكلتنا في ايه؟ احنا بنقيس كل حاجه على الميه، صح؟ اللي هي الاكسبشن، اللي هي الايه؟ اللي هي بره القاعده يعني. المفروض الميه تغلي تحت الزيرو، عند نيجاتيف 70 نيجاتيف 80. انتوا متخيلين الرقم؟ لا، الوتر بتغلي عند 100 بسبب ايه؟ الهيدروجين بوند. الووتر المفروض لما تحول لايس، ايه اللي بيخلي الايس فلوت؟ الهيدروجين بوند. هيدروجين ايه؟ يبقى باختصار البولاريتي بتاعت الميه سبب في تكوين الهيدروجين بوند. يبقى عايزين نمشي سنه سنه. البارشال بوزيتيف بارشال نيجاتيف خلت الميه بولر، ميه ايه؟ والبولاريتي عملت هيدروجين بوند. هيدروجين ايه؟ ادي ثلاث حاجات. والهيدروجين بوند عملت هاي بويلنج والليكويد بتاعت الميه. صعب الكلام ده؟ تعالى نكتبها مع بعض كده. ارجع باك، اللي مش فاهم يقول لي. حبايبي البارشال نيجاتيف بارشال بوزيتيف خلت الميه بولر. ميه ايه؟ بولر. البولاريتي بتاعت الميه عملت هيدروجين بوند. الهيدروجين بوند عملت ايه في الميه يا حبايبي بقى؟ خلت يا حبايبي الميه خلت الميه ليكويد، وخلت كمان الميه عندها هاي بويلنج، هاي بويلنج بوينت، وخلت الميه عندها سيرفيس تنشن، وخلت الايس لو دينستي. مستر انت بديك خلي بالك انا بديك شويه معلومات مشتركه في الدروس الجايه. انا بديك معلومات، خلي بالك قد تبان ان كل ده بتاع النهارده، لا 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 متهيألك. انا بديك معلومات راميه فين؟ في الدروس الجايه. فعشان كده لما اجي اقولها في الدروس اللي بعد كده نعمل ايه مع بعض؟ هنجري شويه. حلو الكلام؟ يبقى بص يا حبايبي بالله عليك، عايز اعرف الترتيبه دي. بارشال بوزيتيف وبارشال نيجاتيف خلت الميه بولر. البولاريتي عملت هيدروجين بوند. الهيدروجين بوند عملت هاي بويلنج وسيرفيس تنشن ولو دينستي للايس، والميه تبقى ليكويد. طب يعني ايه سيرفيس تنشن بالمره بسرعه؟ مش ساعات بتشوفوا حبايبي الفراش والحاجات اللي هي الصغيره بتقف على الميه؟ ليه بتقف على الميه؟ لان الهيدروجين بوند ماسكه الميه ببعضها فما بتقعش، عشان دي حاجات خفيفه. حلو الكلام؟ طيب يبقى يلا معايا بسرعه كده، سيب القلم، ليف يور بن، يلا بسرعه عايزين نحفظها مع بعض دلوقتي. لازم نحفظ الترتيب ده. بارشال بوزيتيف وبارشال نيجاتيف بتعمل بولاريتي، بتعمل يا جماعه؟ والبولاريتي بتعمل هيدروجين بوند. هيدروجين ايه؟ يبقى ايه سبب الهيدروجين بوند؟ بولاريتي. سبب الهيدروجين بوند؟ ايه سبب البولاريتي؟ بارشال بوزيتيف بارشال نيجاتيف، صح كده؟ يبقى ايه سبب البولاريتي؟ ايه سبب الهيدروجين بوند؟ ايه سبب ان الميه عندها هاي بويلنج والايس لو دينستي والسيرفيس تنشن والكلام ده كله؟ هيدروجين بوند. احفظها كده، لازم تحفظ ان ده بسبب ده، وده بسبب ده، وده بسبب ده. ار يو هارش؟ هارشين؟ يعني فاهمين؟ امين؟ عاش حبايبي، اللهم بارك. في امل، ما اكذبش عليك. قول يا طنط. مين بيقول يا مستر؟ خلاص يلا. بهزر ولا جايين؟ صور يا باشا. مو؟ عينيا حاضر. يا نهار ابيض. تدفعي كام؟ كده حلو؟ طيب. اسمك ايه تاني؟ يوسف. يوسف ويوسف؟ انتوا قرايب؟ اصل شعركم زي بعض. طب خلاص ماشي. زعلان؟ عايز ايه؟ نعم خد تعالى. ده فواز. هيبقى ابوك، هيبقى اخوك يا فواز. بتهزروا ولا خنيق؟ انا بحب الحصه بس مش هزر من اول مره عشان لسه اول مره، فبعد كده ناخد على بعض هزر، فانت تعرف ان انا بهزر محبه مش تنمر. مش ايه؟ زي ما يوسف شاب بقول له شبه شعركم زي من بعض فضحك عليا يعني. ماشي يا يوسف. طيب بص يا رجالتنا بقى، عايزين نقرا بس الكام جيفيزن دول مع بعض علشان هنعمل حاجتين دلوقتي. كام حاجه؟ انا هعمل لكم سامري للكلام ده كله بسرعه، وهنحل على الكلام ده كله. انتوا اللي هتحلوا مش انا. انتوا اللي ايه؟
لا تحله، ماليش دعوه. يلا يا جماعه، بيقول لي سؤال: ليه الاكسجين حبايبي؟ اول حاجه الاكسجين اتوم في الووتر عندها بارشال نيجاتيف والهيدروجين عندها بارشال بوزيتيف. انا فاكر بارشال نيجاتيف عشان عندها هاي نيجاتيفيتي، وبارشال بوزيتيف عندها لو. انت عارف اكتر من كده؟ حلو قوي. تعالى بقى اهو، علشان الاكسجين عنده هاير نيجاتيفيتي ذان الهيدروجين. عايزك تحفظ لحد هنا اهو، الباقي ده بفهمك، فواحد يشيل اكتر من التاني. يبقى تاني بالراحه كده بسرعه. بسرعه ازاي؟ مش مهم. دلوقتي حبايبي ازاي عندنا حبايبي الاكسجين خد بارشال نيجاتيف عشان هو هاير نيجاتيف، هاير ايه؟ والهيدروجين خد بارشال بوزيتيف ليه؟ لور نيجاتيفيتي. اقلب. بسم الله. طب ليه الووتر از بولر؟ ليه الووتر ازاي يا جماعه؟ يعني بولر بالكيمستري بارشال نيجاتيف بارشال بوزيتيف، بارشال نيجاتيف او ان واحد عنده هاير نيجاتيف زي الثانيه، ده المعنى. ما هو بارشال نيجاتيف يعني هاير نيجاتيف، صح كده؟ نفس المعنى بالظبط. جميل. تعالى معايا كده. قال لي علشان الاكسجين مور نيجاتيف، مور يا جماعه ايه؟ ذان هيدروجين. او تقول والله علشان ان ده عنده بارشال نيجاتيف وده عنده بارشال. على قد فلوسك. صعب الكلام ده؟ في مشكله؟ جميل. ليه بقى حبايبي الهيدروجين بوند بتوين ووتر؟ ليه الميه عندها هيدروجين بوند؟ نتيجه حبايبي البولاريتي اوف ووتر. البولاريتي يا جماعه اوف ايه؟ اوف ووتر. يعني في ديفرنس في الالكترونيجاتيفيتي، هاي ديفرنس فين يا حبايبي؟ في الالكترونيجاتيفيتي. الهيدروجين بوند نتيجه البولاريتي بتاع الميه. نتيجه يا جماعه يعني واحد عنده نيجاتيفيتي وواحد عنده نيجاتيفيتي مختلفه، بس فرق ايه يا جماعه؟ كبير. مش هينفع نوسع اكتر من كده، دي في ثانيه ثانوي مش عارف اقولها، لان لو قلنا في ثانيه ثانوي نبدا نتكلم بقى مين هم الان والاو والاف ونبدا نشرح شويه. لا لا لا، اللي عليك بس الميه. نخلص بالميه الاول. نخلص بمين؟ يبقى السبب ان الاو عندها هاي نيجاتيفيتي والاتش عندها لو، يعني في فرق كبير. فرق يا جماعه اللي هي البولاريتي يعني. طيب ليه الميه عندها هاي بويلنج وسيرفيس تنشن؟ ليه الميه عندها، فاكر الحته كانت على اليمين دي؟ ليه الميه عندها هاي بويلنج وسيرفيس تنشن؟ عشان كان عندها ايه؟ هيدروجين بوند. انا افتكرتها صح؟ خلي بالك عينيك اللي افتكرت المكان، صح يا حبايبي؟ يلا يبقى عندها هيدروجين ايه يا جماعه؟ The presence of hydrogen bond between water molecules. يلا على قد فلوسكم. صعب الكلام ده؟ اكيد؟ تمام. اخر كلمه قبل السمري، هنقف نقعد لحد هنا يا حبايبي. مش هقدر اديك الدرس كله، هتتعب. حلو الكلام؟ ما انا عارف والله، ما عشان كده بقول لكم يا حبايبي انا والله مشفق عليكم، وانا حاسس بيكم. انت لسه ثالثه، يعني انت طالع من ثالثه اعدادي لسه ورور صغير وكم كبير وبتاع، فعشان كده بقول لكم والله احنا بنحاول نشوف حل لموضوع الكم الكبير ده، يعني بطريقه ما ان احنا نظبط الدنيا يعني. قولوا يا رب بس وعلى الله. طيب حبايبي اخر بس معلومه اقولها، بس حته كده بيقول لك ان الووتر doesn't exist in pure state في السيرفيس اوف ايرث. احنا الميه عندنا حبايبي نتيجه الكيميكالز اللي في الجو بتتفاعل مع مين؟ مع الميه، فالميه نوت بيور. الميه يا جماعه ايه؟ حبايبي انا لسه جايب ميه من شويه، راحت فين؟ يا عم يا يوسف حبيبي دي مش بيور ووتر يا حبيبي. مش بيور ايه؟ حتى احنا بنسميها بالعربي ميه معدنيه، مينرال ووتر. مينرال ايه يا جماعه؟ يعني فيها مينرالز، فيها املاح، يعني مش ميه بس. مش ميه ايه؟ فميه النيل، ميه البحر، ميه المعادن، كل الووتر اللي عندنا في الغالب هي مش بيور. مش يا جماعه؟ الا ميه الصيدليه. عارفين ميه الصيدليه؟ بنجيبها عشان نحطها على الدواء، دي الوحيده اللي بيور، بيسموها بالعربي ديستلد ووتر. ديستلد ايه؟ اسمها ايه؟ هنقولها برضو الحصه الجايه. دي الماده الوحيده اللي هي بيور، عشان احنا خدناها حضرنا ميه 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 ايه؟ من غير ما نحط عليها اضافات. دي عليها اضافات بقى، بس الاضافات دي مهمه لجسمنا، خلي بالك. اوعى تفتكر انت جسمك بيحتاج املاح فاوعى تقول لا ده انا هشرب ميه الصيدليه دي احسن. لا بالعكس، هي بس مشكله مياه ميه الحنفيه وحاجات زي كده ان هي مش معقمه. مش ايه؟ قد ينزل معاها شويه تراب وشويه رمل وشويه حاجات زي كده. انت لو جربت وحطيت، ما بهزرش، جبت الحنفيه وحطيت مثلا قطن وربطته بحاجه
واشتغل طول اليوم، تعالى اخر اليوم شيل القطنه دي وقول لي شكلها عامل ازاي. هتبقى بص ملهاش حل، مليانه رمل وزلط ومليانه بتاع ده سواد وطينه صح يا خالد؟ انت معانا مع ناس تانيين يا خالد؟ حبايبي. طيب يبقى مشكله الكيميكالز اللي بتتفاعل مع الميه دي بتخلي الميه نوت بيور، نوت صعب الكلام ده حبايبي؟ جميل. يلا بينا نشوف. انا قلت ايه النهارده حبايبي؟ اول حاجه قلتها النهارده ان الجنرال بروبرتيز بتاعت الووتر، اول حاجه عن الووتر ان هي ترانسبيرنت ليكويد واسينشال اليمنت فور لايف، اهم يعتبر من اهم الحاجات مهمه للحياه على وجه الارض، وان هي افكتد بالكيميكالز، اثر بالكيميكالز زي ما قلت لكم من شويه. الميه مش موجوده بيور، مش موجوده يا جماعه ايه؟ بيور، بتاثر بالكيميكالز حاطه عليها، دي اول معلومه. بعد كده اتكلمنا على الكيميكال والفيزيكال والبيولوجيكال بروبرتيز. الكيميكال ان هي كان رياكت، كان ايه؟ تتفاعل زي ما عملت اسيد رين والحاجات زي كده، حلو الكلام؟ نمبر 2 الفيزيكال بروبرتيز، قلنا 4 كلمات، كام كلمه؟ ها، سوليد ليكويد جاز سولفنت، سوليد ليكويد جاز شبه السفيرز كانوا 3 1 برضه، 3 ايه؟ احفظ كده، كان الفيزيكال 3 1 والسفيرز كانوا 3 ايه؟ 1. فالفيزيكال بروبرتيز 3 ايه؟ 1. سوليد ليكويد جاز سولفنت، سوليد ليكويد جاز يعني سولفنت بالعربي ديزولف سبستانسز، ديزولف ايه؟ طيب من حيث البيولوجيكال بروبرتيز، يعني ايه بيولوجيكال بروبرتيز يا مستر؟ اولا هي essential فور لايف او فور ليفنج، حلو الكلام؟ لايف دي لايف ماشي. نوت ناو. ماشي يا جماعه؟ essential فور ايه يا جماعه؟ فور لايف، للحياه، او فور ايه؟ فور ليفنجز. جميل؟ طيب كمان ان هي حبايبي كاري او بتساعد في الانرجي برودكشن وريموفينج اوف ويستس، هيلب ريموفينج اوف ويستس وهيلب ان برودكشن اوف انرجي. كل ده عن طريق مين يا حبايبي بقى؟ عن طريق الممبرين. النقطتين دول عن طريق مين يا حبايبي؟ الممبرين. صعب الكلام ده؟ بتاع يا نهار ابيض. طيب بعد كده الممبرين اللي هو ده حبايبي الجارد اللي بتفصل الاورجانيزم على الانفايرمنت، صح كده يا جماعه؟ تمام. وقلنا حبايبي بعد كده احنا عندنا كام سفير يا حبايبي؟ الانفلوبس او السفيرز 4. كام سفير؟ 3 1. ها، البايوسفير، بايو ايه؟ هيدروسفير، اتموسفير، ليزوسفير. ها، بايوسفير، اتموسفير، ليزو، مش لازم بالترتيب زي ما انت محافظ، اهو عندنا حبايبي البايوسفير كومن مع مين؟ اتموسفير، هيدروسفير، ليزوسفير. الاتموسفير اللي هو عشان جوه اير، حلو الكلام، اللي هو الجازز. عندنا الهيدروسفير ده الووتر، ده ليزوسفير هي مين يا جماعه؟ الروكس طبعا. والاير جوه مين يا حبايبي؟ الووتر فيبر. ووتر يا جماعه ايه؟ ووتر فيبر. طيب هنيجي بعد كده حبايبي الهيدروسفير. قلنا الهيدروسفير لما تكون الميه في الليكويد ستيت، ليكويد يا جماعه، وهي حوالي كام برسنت من الارض؟ 70. قسمناهم 97 سولت ووتر و3% ايه؟ فريش ووتر. كلام جميل. بعد كده اخدنا حبايبي اللي هو الاتموسفير، ده بيتكلم على الووتر فيبر. ووتر يا جماعه، وطبعا ده عشان الاتموسفير ده عباره عن لاير اوف جازز، لاير اوف يا جماعه اوف جازز. طيب الكرايوسفير دي الحاله الثالثه بتاعت الميه، لما تكون الميه مالها حبايبي ايه؟ فروزن، موجوده في البولار ارياز والايه؟ وقلنا الاماكن دي. صعب الكلام ده؟ بعد كده دخلنا على حاجه اسمها الووتر سايكل. ووتر يا جماعه، ووتر سايكل او بالعربي هيدرولوجيكال سايكل، هيدرولوجيكال سايكل، هيدرولوجيكال سايكل. ليه بس؟ خليك جدع. الهيدرولوجيكال سايكل قلنا 4 كلمات: ستيت تو ستيت، ستيب تو ايه؟ بليس تو بليس، ستيت تو ستيت وبليس تو بليس. اتحول من ستيت لستيت فالميه تتنقل من بليس تو انذر. صعب الكلام ده؟ فهو الكونتينوس تشينج بتاع الووتر بين الثري ستيتس والموفينج فروم وان بليس تو انذر. صعب الكلام ده؟ تمام. هنا حبايبي الووتر عندنا يا شباب في الووتر سايكل في عندنا الاول في الايفابوريشن، ده بيكون الكلاود. الايفابوريشن قلنا الايفابوريشن
الترانسبيريشن، البريزنج، كل ده بيطلع الميه فوق فيبر كوندنسد يعمل كلاود. طيب بعد ما بيعمل كلاود ممكن يحصل له بريسيبيتيشن وينزل، صح كده يا جماعه؟ تمام. الكلاود دي maybe رياكت مع الكيميكالز وتعمل اسيد رين. الميه وهي الكلاود دي بتتفاعل، والميه وهي نازله تنزل بقى ايه حبايبي على هيئه ايه؟ اسيد رين، ممكن تبوظ الروكس، تفاعل مع الروكس. طيب في الووتر سايكل برضو في عندنا حبايبي بيولوجيكال بروسيس برضو اللي هو الترانسبيريشن في البلانت والبريثنج بتاع الانيمال والبلانت. بريث بتاع مين يا جماعه؟ انيمال وبلانت. صعب الكلام ده؟ طيب والووتر انفلتريشن اللي هو تسريب الميه. يعني ايه تسريب الميه؟ ان الميه تنزل في السويل تحت او ما بين الروكس وتتحوش، اسمها جراوند ووتر. جراوند يا جماعه تعالى كده، قال يا مستر دي باصت ثرو السويل وسيديمنتري روكس، الروكس اللي تحت يا شباب، ويعمل جراوند ووتر. جراوند ايه؟ ووتر. بعد كده اتكلمنا على مين حبايبي بقى؟ الكومبوزيشن اوف ووتر. ايه الكومبوزيشن اوف ووتر بقى يا شباب؟ قال يا مستر اولا الووتر عباره عن، ليه بس؟ تعالى كده خليك جدع. بص يا حبايبي، الووتر عباره عن H2، عباره عن ايه؟ فمبدئيا عباره عن فين؟ عايز الاثنين اتش الاول اهو، 2 اتش وواحده او، 2 اتش واحده يا جماعه، واحده او، ادي نمبر 1. نمبر 2 من حيث البرسنت 11.11 ل 88.89، 4 وحدات 4 ثمانيات، 4 وحدات. او لو من حيث الماس بقى الريشيو بتاعت الماس تبقى 1 to 8. 1 to كام؟ هعتبر ال 11 دي كانها 1 وال 8 كانها 8. وعرفنا حسبناها ازاي بس مش مقرره علينا. والانجل بتاعت الميه 104.5، قلنا الانجل بتاع الميه كده، الانجل ما بين التو بونز كام يا جماعه؟ 104.5. 104. طيب كده حبايبي في حته قلنا فريش بتاع الحته بتاعت الووتر كده يعتبر جميل جدا، وده بقيه الدرس على الحصه الجايه. يلا نجيب بقى يلا هاتوا يا جماعه الاسئله اللي عندكم. ديسكورد. يلا يا حبايب قلبي، اول سؤال عندنا. يلا يا شباب، يلا يا انسه. اول سؤال بيقول لي بقى ايه؟ water percentage in earth's surface is covered by كام percent؟ 70%. 70 ايه؟ percent. طيب قول اسمك تاني بقى. عايز يا جماعه كل واحد هيحل سؤال يقول اسمه عشان ماشي. هناخد ولد بنت ولد. بنته ايه؟ ولد. امل. يوسف صح؟ يلا يا يوسف. which lay لا سوري. what percentage of water in oceans and seas؟ 97. 90 ايه؟ it's salt water 97. يوسف. يوسف الثاني حبيبي. which layer refers to the frozen water؟ مين بيتكلم على الفروزن ووتر؟ فين سي؟ عاش يا يوسف. كرايسفير. اللي دي بتتكلم على الووتر فيبر، دي بتتكلم على الليكويد ووتر، صح كده يا جماعه؟ دي الليفنجز. طيب اسمك ايه؟ سهيله. يلا سهيله. What is the system describe continuous movement of water؟ عايشه سهيله. هيدرولوجيكال اهو الميه بتتحرك، يبقى ايه؟ ووتر سايكل. ووتر ايه؟ فواز. فواز معايا فواز ولا لا؟ حبيب اخوك يا فواز. طيب فين؟ اللي بعديها طنط. اسمك ايه؟ سما. يلا يا سما. What process leads to formation of cloud؟ ايه اللي بيسبب الكلاود؟ هي اهم واحده الايفابوريشن، برضه الريسبيريشن معانا، بس هي اهم حاجه عندنا مين يا حبايبي؟ الايفابوريشن. عارفين يا جماعه الايه؟ الايفابوريشن. طيب where is the most of fresh water on earth is found؟ الفريش ووتر اغلبيتها موجوده فين يا حبايبي؟ في الاوشنز ولا الاتموسفير ولا السولت ووتر ليكس ولا يا اسمك ايه؟ يلا يا محمد. لتر دي في الريفرز اند سو اون. طيب
جنب اسمك ايه؟ مؤمن ولا اسمك ايه معلش؟ مروان. يلا يا مروان. مين في دول يا حبيبي aquatic environment found in Egypt؟ ايه اللي موجود في دول في مصر؟ all the above. اسمك ايه؟ دعاء. يلا يا دعاء. which element is considered the part of atmosphere؟ مين في دول يعتبر part of atmosphere؟ rivers ولا الايس icebergs ولا water vapors ولا salt water lakes؟ water vapor. تمام؟ حي اخوك فواز. خش يلا. نمبر 9. which of the following process contributes breaking down the rocks؟ ايه اللي ممكن يكسر الروكس؟ بي. عاش حبيبي. عاش يا شباب. طب هاتوا لي كده نمبر 36. عايز شويه من ورا كده. هاجر صح؟ يلا يا هاجر. بيقول لك يا طنط هاجر what is the angle formed by the covalent bonds between الهيدروجين atoms والاكسجين اتوم؟ 58 سي. خلاص حسبناها بسرعه. طلعت ايه؟ سي. مظبوط صح والله. انت كده ليه؟ عايزين بقى راجل معانا. ابو خالد. الله خلود. What is the direct result of water molecule polarity؟ البولاريتي دي عملت ايه؟ خلت هاي بويلنج للووتر ولا لو فريزنج بوينت ولا تتفاعل ولا تعمل هيدروجين بوند؟ تبقى ايه؟ لتر بي. هل حد عنده حل اخر؟ جانا. مش دول. لا دورك. انا بقول لك دورك اهو. يلا يا طنط. لا طنط حاجه كويسه يعني. ها. ثانية يا عمل. ثانية يا عمل. ثانية يا عمل. قول يا رقية. لتر دي اللي هي ايه؟ يا ابني المستر كان كاتب البولاريتي ريسبونسبل فور الهيدروجين بوند. هي المسؤولة عن مين يا جماعة؟ فايه الريزلت بتاعت البولاريتي؟ الهيدروجين بوند. خلاص ماشي. اسمك ايه؟ احمد. طيب لا قول يا اللي جاي. خلاص عشان اخر سؤال. بيقول لك كده what is the results from the water ability to form hydrogen bond؟ ايه نتيجة الهيدروجين بوند في التشويسز اللي قدامنا دي؟ معلش لوجين هيقول اسمك ايه؟ معلش تاني. جانا. خلاص يا جانا بالراحة. يلا لوجين. يا ريت. 1 2 3 4 5 لتر دي. مين مقتنع بلتر دي الاول؟ انا اقول الاجابه. صح ولا غلط الكلام ده؟ صح ولا غلط؟ صح؟ خلاص عشان انتوا قلتوا صح. في لتر ايه؟ شو قال لي مستر ان الهيدروجين بوند خلت الايس عنده لو دينستي؟ ده اللي انا قلته. هو كتب بدل ما يكتب ايس كتب ايه يا جماعه؟ اللي هي الفروزن ووتر. فروزن يا جماعه عندها لو دينستي. صعب الكلام ده؟ كده الحمد لله رب العالمين. كده النهارده يا طنط كده خلصنا اول بارت النهارده. طبعا هيبقى لازم في كويز على اللي احنا خدناه.